هعمل معاكم النهارده غدا سريع جدا مش هيوقفك في المطبخ كتير. هنعمل رز بالخلطه وفراخ مشويه. اول حاجه كده هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفراخ طبعا غسلها كويس وعامله لها محلول نقع. هنا بقى معايا بصل، طماطم، قرن فلفل احمر او اخضر. معايا البهارات اللي احنا هنستخدمها: ملح وبابريكا وفلفل اسمر ونص معلقه صغيره من السبع بهارات. مش هنستخدم بهارات اكتر من كده عشان ما تغيرش طعم الفراخ معانا. بعد كده هناخد معلقة كبيرة كده من الخل، وهناخد معلقة كبيرة من الصويا صوص. الصويا صوص طبعا بيخلي طعم الفراخ في الشوي حلو. ومعلقة كبيرة من الكاتشب، وممكن تستبدلها بصوص الباربيكيو لو متاح عندك. وهناخد معلقتين كده من الزيت. بعد كده هنفرم الخلطة دي كويس، افرموها كويس كده تكون ناعمة، عشان لما تدخلي الفراخ الفرن الخلطة لو خشنة هتتحرق معاكي على الفراخ، لكن خليها ناعمة كده عشان ما تتحرقش في الفرن. خلاص كده تمام زي ما قلتلك، فرمناها ناعم. هنبدأ بقى نفتح الفرخة كده بالسكينة كويس. هنا عصرت ليمونة كاملة. وبعد كده هبدأ أعمل فتحات في الفرخة عشان التتبيلة تدخل فيها. خلاص كده تمام. هننزل بالتتبيلة على الفراخ. طبعا الأفضل إنك تعملها من بالليل وتسيبها في التتبيلة. وكل ما بتقعد في التتبيلة فترات طويلة طبعا بتاخد الطعم وبتشرب التتبيلة بتاعتها. لكن أنا هنا سبتها شوية صغيرين كده لأن كنت مستعجلة. فالأفضل إنك تسيبها في التتبيلة أقل حاجة ساعتين أو تعملها من بالليل. خلاص كده تمام. هنا بقى هنروح في حلة على النار فيها مية بتغلي. هننزل فيها ببصلاية وطماطمية وورق لورا وحبهان وفلفل أسمر. ومعايا هنا كبد وقوانص غسلها كويس هنعملها للرز. لازم تغسلي الكبد والقوانص كويس لأنها بتكون زفرة. فاعملي لها كده محلول نقع واغسليها ملح وليمون، وسيبها في محلول النقع كده شوية، وعصير ليمون كتير علشان ما يكونش فيها أي زفارة. خلاص كده غطيت على الكبد والقوانص وهسيبها تستوي كويس. بعد كده جبت صينيه وحطيت عليها الشبكه وخدت كده شويه من الميه اللي بتغلي، وحطيت في الميه معلقه خل عشان الصينيه ما تغيرش لون. بعد كده حطيت الفرخه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهندخلها الفرن على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص. قعدت معايا بالظبط ساعه وربع. هنا بقى هنعمل الرز. خدت معلقتين من السكر لكل كوبايه رز. احنا هنعمل السكر هنكرمله لكل كوبايه رز معلقه من السكر. هنا عامله كوبايتين من الرز، خدت معلقتين من السكر. هسيب السكر كده، ما احطش المعلقه فيه خالص لحد ما يسيح معايا كده. ما تحطيش المعلقه فيه والسكر لسه بيتكرمل. مجرد ما السكر ساح اقلبه بالشكل ده كده لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. خلاص شايفين اللون اللي انا عايزاه بتاع السكر؟ لازم يكون اللون بالشكل ده كده عشان يدي للرز اللون البني. بعد كده هنزل بميه مغليه. وكل كوبايه رز بسمتي بتاخد كوبايتين من الميه. هنا بقى نزلت بشويه من الفلفل الاسمر، نزلت بالملح، نص معلقه صغيره يعني او نص معلقه كبيره من القرفه. طبعا الرز اللي بالخلطه القرفه اساسي فيه. هنا هنزل بمعلقتين كبار من الزيت. لو انت عامله بقى باي شوربه عندك بتحطي الزيت بتكون الشوربه بتاعتك دسمه. بعد كده غسلت الرز. انا ما نقعتش الرز، انا غسلته ونزلت بيه على طول بالشكل ده كده. هنا بقى اقطع الكبد والقوانص استوت طبعا وحطيت لها الملح بتاعها.
طبعا هنا بقى الكهرباء كانت قطعة، فالتصوير ما كانش كويس بسبب قطعة الكهرباء دي. الكهرباء طبعا بتقطع كل يوم ساعتين، فعشان كده التصوير طالع غامق شوية. خلاص الرز مجرد ما غلى هسيبه ينشف وهوطي عليه النار لحد ما يتشرب المية بتاعته. هنا بقى جبت طاسة، خدت فيها معلقتين من الزيت، هنزل بالكبد والقوانص اللي احنا قطعناها، هنشوحها كده كويس. هنزل عليها بنفس البهارات اللي احنا حاطينها للرز، رشة ملح كده بسيطة، شوية من الفلفل الأسمر، شوية من القرفة. خلاص كده تمام، شوحتها بالشكل ده كده. هنا برضو جبت طاسة تاني وخدت فيها معلقة كبيرة كده من الزيت، وهشوح فيها المكسرات. ممكن بقى اعملي اي مكسرات عندك. انا هنا خدت فول سوداني وزبيب. ممكن لو عندك اي مكسرات تانية، لوز، بندق، عين جمل، اي حاجة عايزة تعمليها للرز اعمليها. مجرد ما الفول كده اتشوح كويس عشان تخرجي الرطوبة اللي فيه، يبقى متحمص معاكي كده تحميصة كويسة، نزلت كده بشوية من الزبيب، اديته كمان تشويحة، وبعد كده هفضيه كده على منديل المطبخ. هنا بقى هعمل الطحينة. جبت شوية كده من الطحينة وخدت عليهم معلقة كبيرة من الخل، هبدأ افكها بالشكل ده كده. بعد كده نزلت بشوية من المية. هنا بقى خدت ملح وكمون وشوية من البابريكا وفصين من الثوم المهروس. وخلاص كده تمام، هقلبها كويس، وكده الطحينة بتاعتنا جهزت معانا. حطيت كده على الوش شوية من البابريكا. كده خلاص الرز جهز، فضيته في الاطباق ونزلت على الوش كده بالكبد والقوانص. وزي ما قلت لكم هنا بعتذر على التصوير عشان الكهرباء كانت قطعه. بعد كده نزلت بشويه من المكسرات اللي احنا محمصينها. شايفين الرز ده بيكون جميل جدا، طريقته سهله. السكر ما بيسكر، السكر اللي احنا بنكرمله مش بيسكره ولا حاجه. وهنا كمان الفراخ كانت استوت وخدت اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده كده. خلاص كده الغدا بتاعنا جاهز. غدا سهل وبسيط، وزي ما قلت لك مش هيوقفك في المطبخ كتير. ودي كانت وصفة النهارده، يا رب اكون افدتكم، واشوفكم في وصفة جديدة على خير، ومع السلامة.